السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبق اليوم هو الرشتة بالمرقة بيضاء، لاصوص بلانش. لاختصار الفيديو باش ما يكونش طويل، راني بديت هنا مرقت، درت الدجاج ودرت اللفت وحطيت التوابل، ودوكا راهي تقلى هكذا شويه، تقلى وبعدها نزيد لها المعنى مرقها كيما نقولوا. وفي الجهه هذه الرشته راهي تفور. فارت الفوره الاولى، بخيتها، دهنتها بالزيت، كي شاحت طبعا عاودت حطيتها تفور الفوره الثانيه. هذه هي الفوره الثانيه، هاي فارت. نخليها تزيد شويه باش تفور مليح، خليها زيت تفور شويه. هكذا فايرة كل وحده وحده، تسمى هكذا ماهيش لاصقه. فايرة كل وحده وحده. المهم نخليها تكمل الفوره، نزيد شويه ونحيها، وبعد ما يطيب لي الدجاج واللفت نحط في الصحن ونشوفوها الصحن النهائي. نلتقي. هذه هنا درك بعد ما فارت الفوره الثانيه راني نحيتها، كيما نشوفوا كل حاجه وحدها فارت بها الضباب. خاصك لازم هكذا تفور مليح. انا هنا نحط لها السمن، نحبها بالسمن، اللي حاب يحط الزبده يحط، هذه ترجع للذوق. هكذا منها سخونه، وبما ان البرد والثلج ما حبتش تذوب خليها هكذا مغطيه بها شويه، سناني نزيد شويه. المهم هذه هي هكذا كما قلت لكم. درتو فيديو قصير، اختصرت فيه لانه كاينين بزاف التعليقات يقولوا لنا باللي الفيديوهات الطويله ما يقدروش باش يتبعوها، سورتو كي يكون عندهم الانترنت بشريحه الهاتف بلابيس كيما نقولوا، كي يكون الويفي شويه صعبه، بصح كي تكون يمشيو الانترنت بالشرائح الهاتف تسمى باقة الانترنت تخلص لهم ليه مع الفيديوهات. لهذا يحبوا الفيديوهات تكون مختصرة. ان شاء الله نكون موفقة. هيا نلتقي.
الآن هذا هو الطبق كملناه. دوكا نحطلو المرقة. هنا ملاحظة بلي كي نحطو كيفاش يسموه القرفة، نحطو أعواد، ما نحطوش تاع الغبرة باش ما تجيناش مارة. هاي لاصوص بنينة باينة هكذا. نسقوه. كاين اللي يديروه حمرا، انا نشتيه هكذا. الحق تاع ربي يعجبني هكذا بلا صوص بلونش المعلقة البيضاء. هنا كي جيت باش نطيب باه لقيت الحمص ما كانش، فقلت والله غنديرو خليه ماشي كي ما كانش الحمص. انا ما نديرش الرشته باسكو جات في بالي الجو بارد مع الثلج اللي راه يصب. الله يبارك، ربي يدومها ديما ان شاء الله، والخير للبلاد والعباد باذن الله تعالى. فقلت خلاص نديرها باللفت والمرقه بالدجاج مع البصل الثوم التوابل جامبو دجاج، فاكيد راح تجي مليحه. وانا هنا راني ما زلت فاتحه على القدره باش تبقى لي لاصوص بنينه. وتاني كي جيت باش نحط في الصحن هنا الرشته عاودت فورتها باش تجيني سخونه، باسكو كما قلت لكم الجو راه بارد. وكان نحطها هكذاك كيما فورتها قبيله نلقاها بارده. انا نشتيها جاي مليحه هكذا مليحه. المهم هذا هو الطبق النهائي تاع الرشته. نتمنى اني نكون خفيفه عليكم. لا تنسوا الاشتراك بقناتي منسة، مشاركة الفيديو والاعجاب به. مع تحياتي، سلام، باي. ما شاء الله بنينه اخوتي، والله البنينه بلا حمص وبنينه. ماشي الواحد يكون ناقصته حاجه يقول لازم حتى يكونوا هذوك الحاجات كامل كاينين. اللفت تكون المرقه مروقه مليح تجي بنينه، ماشي بشرط الاخر. اعملوا الطبق هذا بنين والله بزياده. شهيتكم في الجنه.
مع تحياتي. باي باي. سلام.